اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات فراولات في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. زهقتي بقى من مصاريف المدارس ومصاريف لللانش بوكس، وكل يوم الصبح تدوري هتعملي لهم ايه في اللانش بوكس، ومن بالليل تحضري والميزانية خرمت. هاتي بواقي التلاجة وتعالي هنعمل مع بعض وصفة تقعد عندك اسبوع، الكل هيعشقها كبير وصغير. لو اول مرة بتشوفوني اتمنى تشتركوا عندي من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وتضغطوا على علامة الجرس، وتضغطي على كلمة الكل عشان يوصلك يا قمر إشعار جديد بكل فيديو جديد أنزله. يلا بينا بقى ندخل مع بعض كده ونشوف الوصفة بتاعتنا، أقسم بالله جامدة جدا، كله هيعجبها وليها بدايل هقولك عليها واحنا شغالين. كان عندي كده قطعتين لانشون بسطرمة كانوا فاضلين عندي في التلاجة، ولو مش حابة تضيفي اللانشون بسطرمة هقولك إيه البديل اللي ممكن تضيفيه. ودول كده قطعتين من الجبنة الرومي، يعني يجوا أقل من 8 جبنة. هكسرهم برضو كده بالشكل ده وهشتغل في الكبة بتاعتي. ولو مش موجودة عندك الكبة دي تقدري تعمليهم في الخلاط، هتفرمي اللانشون والجبنة الرومي الأول في الكبة بتاعة الخلاط، بعد كده تشتغلي عادي في الخلاط. بس أنا عندي الكبة كده متاحة فهشتغل بيها. حطيتهم بقى في الكبة كده وهبدأ أفرمهم لما ينعموا حلو قوي قوي معايا في الكبة. عايزة أقولك بعد الوصفة دي بقى انتي نعيان هم كل يوم هتعملي ايه في اللانش بوكس، وكمان وصفة صحية وهنحط فيها حاجات كده يعني هنلم فيها شوية حاجات كده في التلاجة ممكن تكون مش هتتاكل ومحدش هيستفاد بيها، فاحنا هنجددها كده ونعيد تدويرها. تمام كده، فرمتها بقى كده معايا، هتشوفوها ازاي بالشكل ده كده، ناعمة كده، مش عايزة خشنة قوي ولا ناعمة قوي، عايزاها بالشكل ده كده. تمام كده لحد هنا. كنت بقى جايبة ايه كيلو جبنة قريش او جبنة فلاحي، يوسف كان جايبها يعني، فطلعت منزوعة الدسم، فالولاد عندي محبوهاش، فبقالها في التلاجة عندي زي 4 5 أيام، فلو سبتها أكتر من كده حرام هتبوظ. فهنحولها مع بعض كده لجبنة تحفة خطيرة كده معانا. ادي كده كيلو جبنة، تقدري تستخدمي أي كمية انت عايزاها يعني من الجبنة، أنا بقولك الفكرة وانت اشتغلي براحتك. طيب لو مش عايزة تضيفي لانشون هتضيفي حبة البركة، مش عايزة تضيفي جبنة رومي ممكن تجيبي 3 4 قطع مثلثات كده من الجبنة، هتديكي الطعم جبنة مثلثات. بس انا ولادي بيحبوا البسطرمة واللانشون بالبسطرمة وكده هشتغل بيه. ودي كده كوباية حليب، ممكن يكون حليب عادي عندك كده، غليتيه وخدي منه كوباية، مينفعش حليب ني. تمام كده، الحليب ده انا كنت غليته بالليل وسبته على البوتاجاز، والصبح جيت اسخنه لقيته برضو راب معايا، فمش هرميه وهستخدمه. خدت منه كده مج من اللي هو مج الشاي بتاع المطبخ ده، المج الكبير او كوبايه الميه الكبيره بتاعه المطبخ. بصي لو عندك بقى فلفل الوان ضيفي كده واحده فلفلايه، بس انا ما عنديش فلفل الوان، عندي هريسه شطه، قلت احط سنه كده تدي تيست عالي كده للجبنه معايا، وفي نفس الوقت متبقاش حراقه قوي عشان ولادي وكده. لكن انت لو بتحبوا الحراقه وكده وهتعمليها للعشاء، ما عندكيش مدارس ولا لانش بوكس تعمليها للعشاء فطار عادي، حطي شطه حراقه هتبقى خطيره. وممكن كمان تضيفي فلفل الوان او فلفل اخضر هيعلي معاكي ايه القيمه الغذائيه. ممكن تعملي الجبنه بس القريش وتحطي عليها زعتر، او تحطي عليها حبه البركه والزيت والملح وبس وفلفل اخضر. ممكن تعمليها من غير فلفل اخضر، جبنه قريش مع كوبايه الحليب كده مع الزيت اللي هتضيفيه وشوية ملح وشوية من حبة البركة، يبقى طعمها حلو قوي قوي. خلاص بقى نعمتها كده، في مكونين كمان هنضيفهم عليه، تعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص نعمتها بقت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، حسيت ان هي متماسكة شوية، فهضيف عليها دلوقتي نص كوباية صغيرة من الزيت النباتي. الاول هلمها كده اوريها لكم، بصوا حسيت ان هي يعني ايه، انا عايزاها كريمي اكتر من كده شوية، فهديها كده نص كوباية من الزيت النباتي. مش هنضيف بقى لا زبدة ولا حاجة خالص، هو زيت نباتي موجود في كل مطبخ يعني، وكمان عشان يديها لمعة كده ويخلي قوامها ناعمة جدا معاكي. ادي كده نص كوباية صغيرة من بتاعة الشاي دي، كوباية الشاي الصغيرة الموجودة في كل مطبخ، عليهم كده نص معلقة صغيرة من الملح. بصي طعمها بيبقى مظبوط، لو انتي حباها حادقة شوية هتزودي الملح شوية، تبقى مثلا يعني ايه معلقة ممسوحة كده من الملح الناعم. وهضربهم كمان كده لمدة دقيقة تانية في الكبة معايا برضو كده، هفرمهم لمدة دقيقة كمان
هتلاقي بقى القوام بتاعها اختلف خالص معاكي. سهلة وبسيطة وجميلة، وانتي ضامنة كمان انتي عاملة لولادك ايه، ان ديت جبنة قريش، بنجيبوا الجبنة ديت كده ومبيبقاش عليها كل المكونات دي، كمان بيبقى يادوب طعم البسطرمة كده ونوع الجبنة احنا مش عارفينه ايه، وبنجيبها غالية ب170 وب180 جنيه الكيلو. فممكن تجيبي كده جبنة قريش وتعمليها في البيت وتعملي الطعم اللي انتي تحبيه انتي وولادك، وهتبقي ضامناها وضامنة نضافتها، وحاجة صحية كده لولادك في الزمن اللي احنا فيه ده، محناش عارفين ايه مصدر حاجات كتير يعني بتبقى موجودة كده جبن ولحوم وحاجات منبقاش عارفين مصدرها، فانتِ هتبقي ضامناها مغذية جدًا الجبنة القريش بتتعمل من الحليب بس، وزي ما قُلت لِك على البدايل اللي انتِ تحبيه بقى وتفضّليه وولادك بيحبوه اعمليه. ممكن تضيفي بسطرمة كمان بس مش لازم لانشون بالبسطرمة، ممكن لانشون بس لوحده. جبت بقى طبق كده وهافضّيها فيه. عايزة أقول لِك حلوة أوي، ممكن تدهني بيها الساندوتشات، تحشي بيها الساندوتشات، تعملي بيها فطاير، تمام كده. ممكن بقى تحفظيها إزاي، هاقول لِك هتحفظيها إزاي، في علبة بلاستيك تكون محكومة الغلق، يكون البلاستيك بتاعها صحّي، مهم جدًا عشان طعمها ما يتغيرش معاكِ، أو ممكن برطمان إزاز عادي أو برطمان بلاستيك بس يكون صحّي برضه، وتحطيها فيه كده وتقفّليها وتشيليها في التلاجة عادي، ما ينفعش على فكرة تسيبيها برّه التلاجة لو عاملاها بلانشون، لو مدخّلة في الجبنة بتاعتِك اللانشون ما ينفعش تحطيها برّه التلاجة، يعني ما ينفعش تسيبيها في المطبخ. وعامةً كده أو كده يعني بتبقى أفضل يعني وهي في التلاجة عندِك بتبقي ضامناها أكتر، بُصّوا ناعمة جدًا كريمي كده حاجة تحفة، أقسم بالله لو عملتوها هتعشقوها. عايزة أقول لكم لمّا باعملها ولادي بيحبوها جدًا، جدًا، بتوفّر عليَّ مصاريف الlunch box ميزانية تانية الlunch box دوّة، فبتوفّر عليَّ وفي نفس الوقت كمان بابقى ضامنة إن هي مغذية لإن فيها الحليب، في الجبنة القريش ضامناها وضامنة نضافتها، وبتبقى mix كده خطير وتنفع عندِك على الفطار، على العشا. لللانش بوكسات زي ما اتفقنا، ساندوتش على السريع كده مع كوباية شاي برضه بتبقى حلوة وجميلة والكل بيحبها. عايزين بقى ندعو لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم يا رب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده بقى، لو عجبكم متنسونيش كده في لايك أمر منكم وشير للقناة دعمًا منكم لينا علشان نستمر، والناس اللي بتقول ما بيوصلهاش إشعارات من عندي تلغي الاشتراك وترجع تشترك تاني وتفعل الجرس زي ما اتفقنا في أول الفيديو مع بعض. مع السلامة، باحبكم في الله واشوفكم على خير، باي باي.